say what? I have a lot to do this weekend. Then you have to get your ducks in a row. Oh, what? I have to get my ducks in a row? No, it's an expression or idiom in English language, and that means to be very prepared well or very organized well because something important is going to happen. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللغة الإنجليزية زي أي لغة وزي اللغة العربية بيبقى فيها مصطلحات وتعبيرات بيعبر بيها الناس في حياتهم اليومية في الكلام مع بعض بالتعبيرات والمصطلحات دي. فلو احنا جينا نترجمها بالمعنى الحرفي هيدي معنى مختلف تماما عن معناها اللي هو منوط بيه او المعترف بيه ما بين النيتيفز، ما بين السكان الاصليين او المتحدثين الاصليين للغة الإنجليزية. You have to get your ducks in a row. Have to لو بمعناها هنقسمها بقى بمعناها الحرفي هنقول ان have to معناها لازم عليك. Your ducks معناها البط بتاعك. In a row يعني معناها في صف او في طابور، في صف. طيب يعني انت لازم تاخد البط بتاعك في صف واحد. الجمله دي ما تديش المعنى ده نهائي، ده المعنى ده حرفي والمعنى الحرفي هنا مغلوط. ده اكسبريشن زي ما بيقول تعبير او مصطلح او ايديوم في اللغه الانجليزيه، وهيكون معناه you have to be prepared well, very organized well because something important is going to happen. يبقى انت لازم انك تبقى مستعد كويس او محضر نفسك كويس عشان في حاجه مهمه انت داخل عليها او حاجه مهمه هتبقى عندك. يبقى you have to get your ducks in a row. لازم ان انت تبقى مرتب امورك، لازم ترتب امورك كويس. you have to get your ducks in a row. فلو انت عايز تنصح حد عنده شغل كتير او عنده حاجات كتير هتتعمل خلال الاسبوع هتقول له you have to get your ducks in a row. اشوفكم في حلقه جديده من البهارات في لغه الفرنجات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.